السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير على أحسن الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما انتم شايفين كده احلى فطير ممكن تعمليه. وبصي مش هقولك في 10 دقايق هتعملي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ولا تفردي ولا بقى الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان والتعقيدات بتاعة الفطير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وعملتها معاكم قبل كده اول ما فتحت القناة. اول حاجة نسمي الله كما نصلي على الرسول. معايا 2 كيلو من الدقيق زي ما انت شايفه كده. بدات حطيت معلقتين من السكر ورشه ملح. لو مش عايز تحط سكر بلاش، بس السكر بطعم العجينه شويه، والملح عشان السنه. وزي ما انت شايفه كده بدات انزل بالميه، ولا حطيت خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. تمام. اول حاجه كده ايه زي ما انتم شايفين، حطيت المواد الجافه ونزلت بالميه عادي، وواحده واحده كده بنزل الميه عشان الدقيق ما يسيلش معايا. يعني ما تزوديش الميه وتضطري تزودي كميه دقيق تاني وتغيري من المقادير بتاعتك. زي ما انت شايفه كده، انتوا واخدين بالكم ان انا ما بعجنش بالعجانه المره دي، بعجن على ايديا. طبعا عشان اللي ما عندهاش عجان مثلا، او مش متوفر عنها، مش متوفر عندها وحابه تعجن على ايديها، الحكايه سهله جدا، مش بتتعب ولا حاجه. والفطير ده ممكن تقومي الصبح كده بدري تعملي الفطير لولادك، مش هياخد معاكي اي وقت خالص، بدل ما تجيبي مثلا الفطار من بره او حاجه. زي ما انتم شايفين ببتدي الم العجينه كده بالشكل ده. العجينه اتلمت معايا، وعشان ما تلزقش معايا حطيت فيها حاجه بسيطه من الزيت. اسفه على التصوير بس عشان الكاميرا بتتهز. وزي ما انت شايفه كده العجينه اتلمت معايا، وسبتها استريحت لمده نص ساعه. بس العجينه مرتاحه ازاي معايا وبتتفرد معايا بكل سهوله، مش بتتلم. كل ما تريحي العجين كده وتسيبيه يرتاح شويه، عشان طبعا هو ولا فيه بيكنج باودر ولا خميره، فلازم يرتاح يتساب شويه بعد العجن عشان تتفرد معاكي كويس. انا هنا ما حطيتش ولا دقيق ولا زيت، وكانت غلطه مني. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى احط ايه، دهنه بسيطه من الزيت من تحت العجينه عشان ما تلزقش معايا على الترابيزه اللي بفرد عليها. تمام. جبت كوبايه هنا من الزبده الصفراء، عليها كوبايه من السمنه العاديه اللي هي السمنه اللي هي الكريستال الصفراء بالشكل ده، كلهم بدرجه حراره المطبخ. وده يعني قلبتهم كويس بالمعلقه، بحيث ان انا ايه لما اجي افردها على العجينه زي ما انتم شايفين كده تبقى عامله زي المعجون طريه معايا، وتتفرد بكل سهوله بالشكل ده كده. السمنه انا مطلعاها من بدري من التلاجة، مش يعني لو انت تعجنيهم الصبح هتطلعيها من بالليل مثلا، تسيبيها على الرخامه كده وهي هتطرى معاكي، مش تحتاجي انت تسيحيها ولا حاجه بالشكل ده كده. ما عندكيش سمنه هتحطي زبده بس، ما عندكيش زبده هتحطي سمنه بس. تمام بالشكل ده كده. حاولي السمنه تبقى مغطيه العجينه كلها. احنا هنا ولا عاملينه بالزبده بتاعه الافران اللي هي بتاعه الفرد بتاع الافران ولا اي حاجه، سمنه عاديه خالص او زبده عاديه خالص من عندك من التلاجة اللي انت بتستخدميها للاكل بتاعك وهنعملها. انا زي ما قلت لكم اللي كانت مشكله عندي اللي انا ما دهنتش تحت تحت العجينه، فالعجينه لزقت شويه معايا. انت بعد كده لما تيجي تفردي هتفردي وتدهني سمنه او زيت، شويه زيت صغيرين كده، بحيث ان العجينه ما تلزقش معاكي على الترابيزه او الرخامه اللي انت بتفردي عليها. لفيت العجينه زي ما انتم شايفين، عملتها رول كده، وبعد كده قطعتها بالشكل ده كده زي ما بنكون بنعمل سينابول بالظبط. وهحطها هنا على صينيه مدهونه زيت بالشكل ده كده، وهسيبها لمده نص ساعه في التلاجة. زي ما انت شايفه السمنه تحس ان هي سايحه معايا من درجه حراره المطبخ، فعايزه تجمد شويه عشان لما اجي افرد الفطيره معايا ما تطلعش بره العجينه. تمام. انا مش مستعجله عليها خالص، هدخلها التلاجة. لو مستعجله عليها حطيها في الفريزر 10 دقايق هتلاقي السمنه جمدت معاكي. جبت اول فطيره كده بالشكل ده كده، فردتها وزي ما انتم شايفين السمنه باينه فيها، على قد ما تقدري كده افرديها. بعد كده بجيب حاجه بسيطه بس كده من السمنه، بحيث ان انت ايه تبقى مورقه معاكي قوي بالشكل ده. انا عامله الفطير بتاعي صغير مش كبير قوي، عايزه تكبريه هتكبري التقطيع معاكي. تمام. تاني واحده اهي جبتها برضو بفردها
هي بتبقى طبعا ملفوفة رول، انتي بتجيبيها بتفرديها على فردتها كده، مش بتدوريها ولا حاجة. هي زي ما تيجي مدورة مربعة، انتي هتفرديها كده بالشكل ده. واجيب برضو لحسة من السمنة بسيطة بالشكل ده. انا هنا عشان كنت مستعجلة على العجين معايا، فطلعته بدري من التلاجة. انتي مستعجلة هتحطيه في الفريزر يجمد معاكي شوية، بس انا بقدر اتحكم فيه عشان بحكم المهنة احنا بنبقى واخدين على كده. لو الحاجة مثلا ساحت معاكي شوية انتي بتعرفي تتصرفي معاها بالشكل ده كده. ادي ده رابع فطيرة بالشكل ده. كله بكوره كده كور تاني واحطه تاني في الصينية بقى اللي انا هخبز بيها بالشكل ده، بحيث ان انا ابقى جاهزة اللي انا اعمل كمية كويسة على الفرد. بس انا كده بكوره واسيبه تاني في الصينية. وبعد كده لما يستريح لمدة 10 دقايق بس، ببتدي بقى اشغل الفرن وابتدي بقى ايه افرد الفطير فطيرة فطيرة كده لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا بالشكل ده كده. ال2 كيلو فطير عملوا معايا كمية حلوة. انت عايزة تعمليه كبير براحتك، عايزة تعملي 4 فطاير بس كبار براحتك. انا كده ايه خلصت كده. اخر حاجة بقى هبتدي بقى افرد اول واحدة، حطيتها في الصينية بالشكل ده كده على قد ما تتفرد معايا، مش عايزاها رفيعة قوي عشان ما تبقاش ناشفة معايا. بس بالشكل ده كده لقيتيها بتتفرد معاكي وتلم تاني، هسيبيها شوية يبقى لسه كده عايزة تستريح تاني. تمام. انا كده مشغله الفرن معايا ومعلياه، فرن عادي خالص اللي هو بتاع البوتاجاز عندنا عادي، ومعلياه الفرن بالشكل ده. ببتدي اجهز جنبي كده كل كميه الفطير اللي انا عملتها. وطبعا زي ما انتم شايفين الفطير مش عاملاه حجم كبير، هو حجم الافران العادي بتاعنا. عشان الفطيره طبعا لما يجي مثلا ولادك ياكلوها ما تبقاش كبيره قوي عليهم وتضطر انت مثلا تبقي منها وبعد كده تسخني منها. لا، الفطيره على قد الوجبه بالظبط. مجرد ما تحطيها قدام ولادك كده يخلصوها، ما تبقاش تقيله عليهم بالشكل ده. هنيجي بقى مع بعض بقى نشوف التسويه بتاعتها. هوريكم خطوات التسويه بتاعتها في الفرن عادي. وزي ما قلت لكم هنعملها في فرن البوتاجاز العادي خالص. ولازم عشان يطلع معاك الفطير كويس لازم تكوني مسخناه وتعليه، ما توطيش على الفطير خالص عشان ما نشفش منك. زي ما انت شايفه كده النار عاليه معاكي والفطير معانا اهو بالشكل ده. وادي طلعت كميه الفطير كلها بالشكل ده كده. اول ما بطلعه بغطي عليه بغطا، لا اما احطه في كيس كده عشان يطرى معايا، لان مجرد ما بيكون طالع من الفرن بيكون هاشش كده وناشف شويه. مجرد ما بتدخليه في الشنطه بيطرى معاكي ويرد معاكي تاني. ادي الفطير معانا اهو من 2 كيلو دقيق. عملنا الكميه دي غير طبعا اللي اتاكل. انا مش فاكره بالظبط كان العدد قد ايه. متهيألي اكتر من 6 فطاير، 8 فطاير متهيألي او 9 فطاير بالشكل ده كده. طبعا القعر ده انت بتتحكمي فيه، عايزه تغمقيه عايزه تفتحيه براحتك. بص رقات الفطير عامله ازاي. احنا ولا كورنا كور ولا عملنا فرد الفطير الكبير اللي كنا بنعمله زمان، اللي انت تفردي العجينه كلها على حرف الطبليه بقى وتشدي وتعملي كده. لا، احنا عملنا العجينه فردناها مره واحده ولفيناها رول. وزي ما انت شفتوها بالشكل اللي انت شفتوه، ما خدناش وقت خالص. هو بس انت بتاخدي وقت تريح العجينة مش اكتر من كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون دفع خف عليكم، واسفة جدا على تأخير الفيديوهات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.